بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه. مما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله أنه حريص أشد الحرص على الوطن، ليس باعتباره أرضا فقط، ولكن باعتباره تراثا من المعارف والأحداث والوقائع والفنون والإبداعات والتجارب. ومن خلال هذه التراث تبرر قدرة المغرب ومهارته على نزع خصوصياته التي يتميز بها في مختلف الميادين، وعلى التواصل وتبادل المنافع مع العالم الإفريقي والأوروبي. وقد حظى الله بلدنا وأهله بموقع استراتيجي متميز، إذ هو في أعلى غرب القارات الإفريقية، صلة وصل بين قارات وتيارات ثقافية، وهيأ له من الخير العميم برا وبحرا ما لا يتوفر في كثير من البلدان، ورزقه من التنوع في الجبال البيئي ما يندهش له الزائر، إذ يجد نفسه قريبا من رمال الصحراء وبياض الثلوج ودفء البحر وروعة الجبال، وفي نفس الوقت مساحة خضراء. وفي بلادنا التقت الحضارات الأوروبية المتوسطية والأندلسية والشرقية العربية والآسيوية والجنوب الإفريقية، وامتزجوا وكونوا من إسهامها جميع هذه العناصر حضارة مغربية متعددة الروافد، ثم أخرجوا للعالم نموذجا راقيا في التعايش والتماسك والتآلف والتآزر، لا تؤثر فيه أهواء المتخاذلين وعبث العابثين لتبث الفرقة وخلق النزاعات. وأقصد هنا بعض الأشخاص كأحمد الشرعي وموقع بديل، ولكن وجدوا الشعب المغربي متحصن بتوابي الضاربة في أعماق التاريخ، أسسها العقيدة الإسلامية وإمارة المؤمنين، وحضارة غنية بنتها الأجيال بتعاقبها في مسيرة متواصلة، وتاريخ يبعث على الاعتزاز والافتخار، رغم أن هؤلاء الأشخاص يمارسون العنصرية البغيضة على الوطن، فيفسروا طموحهم تفسيرا مختلفا عن طموح الشعب المغربي، مما جعل العدو يستغل هذا الطموح ليهدم ما حققه المغرب. ولكن طموح الشعب المغربي انتصر على طموحهم والحمد لله تعالى، وضرب هؤلاء الأشخاص عرض الحائط: الاندماج والتلاحم الوطني والاعتراف والتعريف بكل مقوماتنا الثقافية التي تعتبر جزءا مهما من المشروع المجتمعي المغربي لتدعيم المواطنة المسؤولة. وبين جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي انتصار المملكة المغربية في كل ما كتب ووجه وخطط، وفي كل ما خلق من إنجازات وطنية يشهد بها الخصوم قبل الأصدقاء. والسلام عليكم وشكرا.